السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حلقة جورج وسوف الماضية وكشف حقيقته ودعمه للظالمين وعلى رأسهم بشار الأسد ومساندته في تجويع وحصار شعبه، لقينا سيل من الشتائم والسباب والتهكم على العام والخاص، لا سيما من إخواننا في لبنان، وسيل برضه من الترحمات على وديع ابنه، وبعض الشتائم من نصارى لبنان ومصر، والبعض بعت رسائل وتعليقات مضمونها إن جورج وسوف متزوج مسلمة وبيستدل على ذلك بأنه شخص جيد بمقياسه، بل والبعض الآخر كمان قالوا أنه مسلم وأسلم ودخل الإسلام. فإيه بقى أصل القصة؟ وهل فعلا أسلم ولا لأ؟ تعالوا نعرف الحقيقة. في البداية كده، جورج وسوف تزوج فعلا من امرأة سورية اسمها شاليمار شلبي واشتهرت باسم شاليمار وسوف، وجورج نفسه قال انه متزوج من امرأة مسلمة سنية، وكان ذلك في فيديو في لقاء في الدوحة عاصمة قطر. وفي نفس الحلقة نفى جورج وسوف ان يكون قد دخل الاسلام وقال انها اشاعة وليست حقيقة، ونفى كمان بعض الشائعات الاخرى التي ليست في سياق موضوعنا اليوم. ما قيل عن شاليمار زوجته الأولى كتير جدا، هناك من قال أنها مسيحية سورية، وهناك من قال أنها من الطائفة الدرزية، والدرز طائفة محسوبة عند الغرب على الإسلام لكنها ليست مسلمة على الإطلاق، وهناك من قال أنها مسلمة من أصول إيرانية، وهناك من قال أنها عند زواجها من جورج وسوف هربت معه إلى فرنسا وتزوجت منه زواجا مدنيا، يعني زواج على يد محامي أو مكتب محاماة وبيتسجل في المحكمة وفقط. والزواج المدني صحيح إذا استوجب الشروط الشرعية، ومنها الرضا والقبول بين الطرفين والإشهار والولي، إذ لا عقد في الإسلام إلا بولي وشهود. ولذلك اعتبر العلماء أن اللي بتهرب من بيت أهلها للزواج من أي شاب هو زواج باطل وحكمه حكم الزنا بالضبط، لأن ده كمان كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، وفي رواية فهي زانية عياذا بالله. وهنتكلم برضو دلوقتي في الحكم الشرعي، لكن بعد سرد بعض التفاصيل خليكم معنا للآخر. جورج وسوف كان في رحلة للعلاج في قطر عام 2014، وكانت الممرضة ندى زيدان تعمل في نفس المستشفى الذي نزل به جورج وسوف، وتم تكليفها بالاهتمام به أثناء فترة علاجه، وتعرف عليها وتزوجها في سنة 2014. وفي 2015 أنجبت بنت اسمها عيون. ندى زيدان من أصول يمنية فلسطينية، لكنها عاشت وتربت في قطر منذ صغرها، وهي من مواليد 1976 ميلاديا، مسلمة الأصل. ووالدها كان رافض زواجها من جورج وسوف، وقال سبب رفضه إن جورج وسوف مريض ولا يصلح للزواج. البنت أصرت برضه وتزوجت منه، لكن العجيب إن الأب اعترض على زواج بنته من جورج لسبب اعتلال صحة جورج وسوف فقط، لكن لم يتحدث أحد أو أبوها نفسه عن اختلاف ديانة جورج عن ندى زيدان، وأنه لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم عموما أيا كانت عقيدته. وهنا في تفسير بسيط إن جورج وسوف ممكن يكون أعلن إسلامه من أجل الزواج منها قبل ما يطلقها في عام 2017، لأن في لقاء أثناء فترة زواجه منها سألوا المذيع: هل أنت مسلم؟ فرد وقال: أنا مو مسيحي، يعني لست مسيحي. ثم قال أنه يردد الأذان الإسلامي ويعرف ترتيل القرآن ويعرف أسماء الله الحسنى وما إلى ذلك. طيب يا عم، أنت مسلم ولا مسيحي؟ لا أحد يعلم إطلاقا على وجه اليقين إلى أن شاهد العالم كله طريقة دفن ابن وديع عن طريق الكنيسة، وهنا ثبت أنه غير مسلم. وكان دايما بيردد أنه لا فرق عنده بين الأديان عموما، وكان قال قبل كده أنه لما تزوج من السورية شاليمار شلبي قال أنه عقد عليها في المحكمة الجعفرية، ثم سافر إلى فرنسا وتزوجها مدنيا. والمحكمة الجعفرية هي محكمة شيعية تابعة للمذهب الاثنى عشري، وهناك من قال أنهما تزوجا زواجا سنيا على يد مفتي سوريا السابق حسون
حسون، ولا أستبعد أي شيء عن هذا الحسون، فهو مسلم ظاهرا وتصرفاته وأخلاقه لا علاقة لها بالإسلام، ويكفيه أنه من المناصرين للحرب الدامية في سوريا، وكان بيحرض النظام والروس على إبادة شعبه. إذن من الواضح وبعد كل تجميع المعلومات الممكنة دي حتى من كتابات النصارى نفسهم اللي على نفس طائفة جورج وسوف، اتضح لنا أنه كان مجرد شخص شهواني يتلاعب بكل العقائد وفقط، فيسلم ليتزوج ثم يرجع لنصرانيته ثم يسلم ليتزوج من أخرى ثم يعود لأصله مرة أخرى. وهذا هو الظاهر والعامل المشترك في كل مرة أنه لا يعلن ذلك، وهذا يدل على سوء نيته. واحد بقى هيدخل دلوقتي ويسأل سؤال وجيه جدا ويقول طيب يا عم انت راجل بتنشر العلم الشرعي، ايه علاقتك انت وليه شغل نفسك وشغلنا بجورج وسوف واخلاقه وتصرفاته وزيجاته المختلفة؟ سؤالك منطقي جدا والرد عليه بسيط برضه جدا وواضح وصريح، ووالله ما في أي تفريعات. الهدف هو التحدث في شرع الله وبيان حكم زواج المسلمة من غير المسلم، لأن هذا الأمر انتشر الحديث فيه جدا في السنوات الأخيرة، وبيدندن بنو علمان كثيرا حول هذه النقطة، وذلك لضرب أحكام وشريعة الإسلام في مقتل من نقطة ضعيفة من وجهة نظرهم هم. وإحنا بقى بصراحة وبدون لف ودوران بنستغل الترند وانشغال الناس بالقصة وبنوضح الحكم الشرعي في الأمر حتى يصل لأكبر عدد من الناس. هتقول لي أيوة كده اظهر وبان على حقيقتك، بقى أنت بقى بتمشي مع الترند يا عم الشيخ، أخيرا اعترفت، أيوة كده اظهر وبان وعليك الأمان. هقول لك أيوة طيب بنعترف إننا بنستغل الترند لنشر العلم الشرعي وإظهار الأحكام الشرعية المختلفة لمن لا يعرف، وهل ده بالله عليك حرام أو في أي عيب أو سوء أخلاقي؟ طبعا لا، وعلى الأقل من وجهة نظرنا، بل من يفعل ذلك فهو يجيد استخدام الإعلام وانشغال الناس بأمره ويوضح لهم ما غاب عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيترقب تجمعات قريش في أي مكان وكان يدعوهم إلى الإسلام، ونحن نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وندعو إلى الله في المكان والزمان الذي نظن أن الناس تتجمع فيه لتكون الدعوة بشكل جماعي وتصل لأكبر عدد من الناس. وضحت يا نجم ولا نوضح تاني؟ نيجي بقى لنقطة تانية تماما، وهي انشغال الإعلام الفترة الأخيرة بتصريح فرقعة كالعادة من الممثلة إلهام شاهين اللي بتقول فيه أن هناك أحد الأشخاص سأل في ندوة لماذا يتزوج المسلم من مسيحية بينما لا تتزوج المسلمة من مسيحي. وتابعت إلهام شاهين وبتقول أنا أعتقد أن التشريعات عملوها البشر لكنها مش تشريعات سماوية، ده اعتقادي وقراءاتي، ممكن ناس تقتنع وممكن ناس لا، وبنقول لك لا والله مش بنقتنع. واستكملت كمان في بلاد عندهم جواز مدني ومش بيرفضوا الزواج على غير دين بعض. فقام واحد من الناس وسألها سؤال هل توافقين على الزواج من شخص على غير ديانتك؟ فقالت ممكن اتجوز مدني. المشاعر العقل بيبرمجها، انا عاطفية لكن عقلي بيوجه عاطفتي. وفي فتوى منشورة على موقع دار الإفتاء أجابت الإفتاء عن سؤال يقول هل تحريم زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم أمر قطعي؟ وهل يختلف الحكم إذا كان غير المسلم كتابيا؟ وما أدلة التحريم؟ وهل في ذلك خلاف أم أنه محل إجماع؟ فأوضحت دار الإفتاء قائلة أنه يحرم على المرأة المسلمة الزواج من غير المسلم سواء كان كتابيا من أتباع الكتب السماوية أو لم يكن، وسواء كانت له ديانة أو لم تكن، مضيفة أن ذلك بأدلة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين سلفا وخلفا عبر الأمصار والأعصار، بحيث صار هذا الحكم الشرعي الثابت معلوما من الدين بالضرورة وجزءا من هوية الإسلام ومسلمات أحكامه. وأكدت أنه إذا حصل ذلك فالعقد باطل والعلاقة بين المسلمة وغير المسلم محرمة شرعا. وأما إجماع
إجماع الأمة كلها، فلا خلاف بينهم إطلاقا على حرمة زواج مسلمة من غير مسلم، واتفقت الأمة أنه لا يسمى زواج بل زنا صريح. أما بقى جواز شاليمار شلبي أو ندى زيدان من جورج وسوف فهذا زواج باطل. فإن كان الزواج بجهل الحكم الشرعي ولا نظن ذلك أن هناك جهل بالحكم الشرعي، لكن إذا حدث فيجب التفريق بينهما فورا وليس الطلاق، لأنه زنا وليس زواج، ولا يوجد في هذه الحالة شيء اسمه طلاق، لأن الطلاق لا يكون إلا في حالة الزواج الشرعي الكامل الشروط. الحالة الثانية هو زواجهما من جورج وسوف مع علمهما بالحكم الشرعي، لكنهما عاصيتان وقعتا في ذنب كبير، وهذا يعتبر أيضا زواج باطل بل زنا، وجب التفريق بينهما. أما الحالة بقى الثالثة والأهم، إن اعتقدت المتزوجة من مسيحي أن فعلتها حلال وأنها ترفض الحكم الشرعي بالتحريم فهي كافرة قولا واحدا عياذا بالله. وكفرها هنا لأنها ردت الحكم الشرعي على الله ورسوله ورفضت تشريع رب السماء والأرض وما نزل على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. والدليل الأول على ذلك قول الله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الدليل الثاني قول الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الدليل الثالث من الحديث النبوي الشريف ما رواه البخاري من طريق عروة بن الزبير قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاءها أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله: ولا هم يحلون لهن، رواه البخاري. فهذا حكم الله ورسوله، ومن يعترض عليه أو يرفضه اعتقادا فهو خارج من الملة، لأن الله تعالى الله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام وابعثنا على الإسلام وارزقنا أن نقيم حدوده بالرضا والتسليم واليقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفتنا إذا فتن الناس ولا تضيعنا إذا ضاع الناس، واقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.